السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة هي تكملة لسلسلة حلقات كل اللي عايز تعرفه عن مسلسلات رمضان 2026، ومكملين مع بعض. الحلقات هتظهر لك فوق لينك القايمة، تقدر تخش تتفرج على الحلقات اللي نزلت واتكلمنا فيها عن عدد من المسلسلات اللي هتنزل الموسم الرمضاني 2026. والمسلسل اللي جاي نتكلم عليه النهاردة هو مسلسل كان يا مكان للنجم ماجد الكدواني، واحد من النجوم اللي متحمس لها جدا في الموسم الرمضاني 2026، لان دي تعتبر البطولة المطلقة الاولى لماجد الكدواني، اول مسلسل هيعمله ويشارك بيه في الموسم الرمضاني. فمتحمس اشوف التجربة بتاعته ومتحمس اشوف المسلسل. كل اللي عايز تعرفه عن مسلسل كان يا مكان هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. فقبل ما نبدا الحلقة ما تنساش دعمك ليا، تنزل تحت تعمل لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نخش في الحلقة على طول. بحبك. بسم الله. مسلسل كان يا مكان. تعال الاول نتكلم ونتعرف على ابطال وصناع العمل. والمسلسل بيضم كل من مع حفظ الالقاب للجميع ماجد الكدواني اللي هيكون قايم بدور شخصيه اسمها مصطفى، ويشاركوا معاه يسرا اللوزي اللي هتكون قايمه برضه بشخصيه اسمها داليا، ويشاركهم عارف عبد الرسول، نهى عابدين، وحازم راغب، يوسف عمر، وجلا هشام، ريتال عبد العزيز، وآلاء علي، هنا غنيم، وتميمه حافظ، ويوسف حشيش. طبعا مسلسل كان يا مكان من تأليف شيرين اللي بتخرج من عباءة الكوميديا بعد ما قدمت في سنتين موسم رمضان 2025 وموسم رمضان 2024 الجزء الأول والجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة، الموسمين اللي حققوا نجاح كبير جدا جدا. بس مسلسل كان يا مكان هيكون مسلسل مش كوميدي، هيكون بطابع درامي اجتماعي، وهيكون مسلسل كان يا مكان بيناقش قضية مهمة جدا جدا، وهي قضية الطلاق أو الانفصال والمشاكل اللي بتعانيها الأسرة أو العيلة اللي بتنفصل فيها الاب والام، وبالاخص لما بيكون في ما بينهم اولاد. وطبعا المسلسل كان يا مكان هيكون من اخراج المخرج كريم العدل. وبعد ما اتعرفنا على ابطال وصناع المسلسل، تعالوا دلوقتي نخش ونتكلم في تفاصيل وقصه واحداث مسلسل كان يا مكان. طبعا انتوا عرفتوا فكره المسلسل هتدور حوالين ايه، فتعالوا نخش في التفاصيل. بيحكي مسلسل كان يا مكان عن أسرة بتتكون من 3 أفراد، الأب والأم بنتهم الوحيدة، وبتدور أحداث المسلسل حول إن الزوجة يكون عندها أزمة منتصف العمر بعد 15 سنة جواز، فبتقرر إن هي تنهي العلاقة دي بالطلاق وتستمر الأحداث. أنت يا زوجتي، أنت يا زوجتي، طالق مني على ذلك أمام الشهود. وبنشوف مدى تأثير هذه المرحلة أو المرحلة بتاعة الطلاق دي على كل فرد في العيلة، الأب بقى أو الأم أو حتى البنت. بنشوف إن الزوجة عايزة تعيش حياة جديدة أو عايزة تعيش حياة مع ناس تانية أو أشخاص تانية، ممكن تبقى عايزة تخش في علاقة جديدة مختلفة. حتى ده اللي هنشوفه المسلسل، إن هي هتتعرف على أشخاص مختلفين اللي هنشوفهم في حياتها بعد الطلاق. وده اللي هيخلينا نشوف الناحية التانية الزوج اللي هيكون دايما بيحاول ان هو يرجع العلاقة دي من تاني، لكن خلال محاولاته او خلال اللي هو عايز يعمله بتتأثر علاقته وتسوء اكتر من الاول، بسبب ان الزوج شايف طول الوقت ان في حاجة غلط بتحصل، شايف الاشخاص اللي بيخشوا حياة مراته القديمة او طليقته طول الوقت، وده شيء هو مش متقبله ومش متقبل الوضع اللي هي فيه او الوضع اللي ماشي عموما. الموضوع بيتحول من علاقة او طلاق هادي حصل، بيتحول الى حرب ما بينهم بين الطرفين وعلى بنتهم. الصراع حتى بيبقى على البنت، فكرة بنت هتعيش مع مين، مع الاب ولا الام. وبنشوف برضو تأثير الطلاق عموما على البنت. فدي تفاصيل المسلسل او القصة اللي هيدور حواليها مسلسل كان يا مكان. فمن الواضح ان احنا هنشوف مسلسل بيناقش قضية مهمة موجودة في المجتمع المصري، وشفناها بتحصل خلال الفترة الأخيرة في الإعلام بقى وعلى السوشيال ميديا، فكرة الطلاق أو فكرة
الخناق على الاولاد، دول هيعيشوا مع دول او دول مش هيعيشوا مع دول. من الواضح ان المسلسل هيناقش القضيه، وده شيء مهم جدا. زي السنه اللي فاتت شفنا مسلسل لام شمسيه، المسلسل اللي ناقش قضيه مهمه جدا جدا وهي التحرش، وشفنا قد ايه ان هو فتح عيون الناس، وان ما بقاش في حد يخاف لما بيحصل له حاجه زي كده. ما بقاش حد يخاف والناس بتطلع تتكلم، حتى الاطفال بتطلع وتواجه وما بتخافش. وده كان رساله او سبب مسلسل لام شمسيه. فاتمنى المسلسل ده يكون ماشي في الخطه التوعيه دي، فده شيء يخليني متحمس اكتر للمسلسل. وماجد الكدواني واحد من الناس اللي بتعرف تأدي دور ده، بالاخص دور الاب. شفناه في مسلسل موضوع عائلي، وشفناه برضو في الفيلم الاخير اللي نزل وفيها ايه يعني. فانت عندك ثقه ان ماجد الكدواني هيأدي الدور ده بشكل كويس جدا جدا. فده شيء يخليني متحمس المسلسل، واني هنتظره، واني هكون من الناس اللي اوائل الناس اللي هتتفرج عليه. فبس كده يعتبر ده احنا اتكلمنا عن كل حاجه ممكن تبقى عايز تعرفها عن مسلسل كان يا مكان لماجد الكدواني ويسرا اللوزي، ويشاركهم عدد كبير من النجوم. فاتمنى تكون الحلقه عجبتك. فلو عجبتك الحلقه، اول حاجه ما تنساش تسيب رايك في الكومنتات، تقول لي ايه رايك في المسلسل وقصته، وهل متحمس المسلسل تتفرج عليه وتشوفه، وايه توقعاتك اللي حاططها. بس كده، وتسيب لايك، تعمل لايك وتشترك في القناه، وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.